كل الصحف دلوقتي بتتجنن على ميسي وهيروح فين، هيكمل في باريس ولا هيرجع برشلونة ولا عرض الهلال الخرافي، وكمان عرض كريم بنزيما اللي هيخليه يسيب ريال مدريد ويروح برضه الدوري السعودي. لحد هنا ولسه ما خلصناش، كمان سيرجيو راموس جاي له عرض سعودي من ناديين في السعوديه، وهما ناديين الهلال والنصر، لكن بشكل كبير جدا سيرجيو راموس بعد ما يخلص عقده مع باريس سان جيرمان هيروح نادي النصر، لان انتوا عارفين هو وكريستيانو وحبايب، وطبعا هيكون بقيمه عقد كبيره جدا ممكن توصل لحد 80 مليون يورو في الموسم. اما كريم بنزيما فهو جايله عرض برضه من اتحاد جدة السعودي، برضه ممكن يوصل لحد 120 مليون يورو، وكمان ادارة ريال مدريد جاهزة للعرض ده في اي وقت ان كريم بنزيما ممكن يمشي، وكمان بيحضروا البديل وهو فيكتور اسيمين لاعب نادي نابولي. واخيرا ميسي وسفرات الاستهجان من جماهير باريس سان جيرمان لميسي، لان هو ما حققش معاهم اي حاجه، وكمان بيبذل مجهود كبير جدا مع منتخب الارجنتين، وده اللي خلى كل جماهير باريس سان جيرمان مش عايزه ميسي يكمل اصلا مع الفريق، لان هم شايفين ان هو بيبذل مجهود كبير جدا مع المنتخب، وفي باريس سان جيرمان بيريح نفسه وجاي كده بياخد فلوس وخلاص. وده اللي خلى مجلس اداره برشلونه بنفسه ورئيس النادي ونائب رئيس النادي وتشافي بذات نفسه مدرب الفريق يخرجوا كلهم يقولوا لك اكيد عايزين ميسي، اكيد طبعا عايزين ميسي، لو يقدر ان هو يجي معانا في برشلونه اكيد بنتمنى ان هو يكون موجود، وهنحاول باكبر الطرق ان احنا نضم ميسي معانا تاني في برشلونه من الموسم الجديد. بس يا عم ميسي انت انوي النيه واحنا معاك، لحد بقى ما جت الصدمه وعرض الهلال السعودي. عرض الهلال من 200 ل 250 مليون يورو في الموسم هو اللي ممكن يخطف ميسي من برشلونة، اكبر عقد في تاريخ البشرية واكبر من عقد كريستيانو نفسه مع نادي النصر. لكن في النهاية احب ابشرك ان سوق الانتقالات اللي جاي ده هيكون فيه لعب كتير جدا خصوصا مع ليونيل ميسي. توقعاتك مين هيفوز باهم ورقة رابحة في التاريخ، ميسي برشلونة ولا باريس ولا الهلال السعودي؟ اكتب في الكومنت، وما تنساش تعمل اللايك الحلو بتاعك وسبسكرايب عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة. كان معاكم هادي مو في المقص.